متمايلا أثناء الوقوف، شاحبا مصفر الوجه. هكذا كان آخر ظهور للملك محمد السادس، وهو غائب عن شعبه وبلاده وعاجز عن القيام بأبسط واجباته الروتينية. وفي ظل غياب الملك يطفو في السطح صراع الحاشية. الملك محمد السادس الذي لا يظهر في المشهد المغربي إلا نادرا، يعيش معظم أوقاته خارج البلاد في أكبر العواصم العالمية وفقا لتقارير دولية، وهو ما كشفت عنه صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية التي سلطت الضوء على الضعف الجسدي الذي يعاني منه الملك البالغ من العمر 61 عاما. التوتر داخل القصر يتفاقم، خاصة وأن مرض الانسداد الرئوي المزمن قد أثر بشدة على قدرته على ممارسة مهامه اليومية، مما دفعه لتقليل نشاطاته بشكل ملحوظ. تدهورت صحة العاهل المغربي بشكل حاد، ويعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن. يعني ما كيتنفسش مزيان، عنده الرئه كتسد عنده. دفعه ضعفه الى تقليل نشاطه النادر بالفعل. غياب الملك وضع مقاليد الحكم في أيادي عصية أظهرت كل ولائها للصهاينة، مستغلة الفراغ الموجود لتمرير أجندتها ولو على حساب هموم الشعب المغربي وقضايا الأمة. ورقة ضغط يشهرها هؤلاء بوجه كل من يعارض مصالحهم. الحضور الإسرائيلي ينتعش بشكل كبير جدا، ويتغذى على ضعف الملك محمد السادس والفراغ والصراع الذي يوجد داخل القصر العلوي. ما يتعلق بالصراع داخل القصر العلوي تم تأكيده من طرف الصحف البريطانية. هكذا هو المشهد: ملك غائب عن العرش وصراع أجنحة يحاول النظام المغربي إخفاءه، بالمقابل فئة قليلة تنهب ثروات الشعب المغربي وتتلاعب بمصائر دولة بأكملها، تاركين الأوضاع تنفلت ولا من مستجيب.